اليوم جبت لكم قصة كاين منها بزاف في المجتمع ديالنا، قصص قدروا أنهم يعاودوها. ماشي كل شي عنده الجرأة يعاود قصص من هذا النوع المسكوت عنه في المجتمع. هاد القصة بغيت البنات يسمعوها وياخدوا منها العبرة. خليكم مع القصة. أنا أحلام، عمري 22 سنة، عايشة في براكة في الكريان مع الوالدين وجوج خوتي صغار. الوالد ديالي مقعد، حكمت عليه الظروف يولي عاجز، لا حول ولا قوة له بسبب لقمة العيش. كان خدام بناي وتعثر وطاح من فوق واحد البناية، ولولا لطف الله لكان في عداد الأموات. والأم ديالي باش تغطي احتياجاتنا من المأكل مسكينة كتخدم في الديور مع اللي يسوى واللي ما يسواش، متحملة الذل والإهانة على قبلنا. أنا ما تحملتش نشوف الوالدة ديالي في ديك الحالة، والأب ديالي مسكين كيتكدد في الداخل ديالو، هو اللي ما كانش كيخلي الوالدة ديالي تخرج حتى الخروج، كان كيتقدى ومكلف بكل شيء. واخا الخلصة كانت على قد الحال، كان محيد علينا الدل ومخلي الوالدة ديالي معززة مكرمة في دارها. دابا كيخليها تخدم في الديور وهو مجبر وكيتحرق من الداخل. الفلوس اللي كتجيب الوالدة ما كانتش مكفيانا، الوالد محتاج للدواء وخوتي محتاجين للكوش وشحال من حاجة، وأنا كنشوف البنات كيلبسوا أحسن لباس وأنا ما عندي لا لباس لا صباطة لا سكنة تحمر الوجه. كنا عايشين في براكة مغطية غير بالقصير، وعدنا غير حسيرة وجوج غطاوات. في الصيف كيحمى علينا القصير وكنتقلاو بالصهد، وفي الشتاء كتعذبنا القطرة ويدخل علينا الماء. الناس في الديور كينعسوا مهنيين مرتاحين، وحنا محنين الليل كامل وحنا عساسة ونجففوا في الماء اللي كيدخل. انا طلع لي الدم من هاد العيشة، خرج نقلب على خدمة. خدمت في الخياطة في الفينيسيون، الخلصة كانت بسيطة بزاف، ما غطت لي حتى ابسط الاحتياجات. خرجت منها وقررت نخرج للطريق، وليت كنمشي مع البنات ونجيب الفلوس بأي طريقة، المهم نجيب الفلوس. كنت زوينة وعاطية للعين، ونقدت شوية والديا من الفقر، وخا فقدت الشرف ديالي ولكن ما اهتميتش، وليت كنقول باش غينفعني الشرف وانا كنشوف والديا كيتعذبوا وخوتي محرومين من شحال من حاجة. بقيت على هاد الحال حتى لواحد النهار مشيت لواحد الصالون صايب شعري، شافتني واحد البنت وقالت لي واحد الخليجي بوك والعاقة غنعطيك النمرة ديالو، باغي يتعرف على شي بنت. المهم تعرفت عليه وبقيت كنهضر معاه يوميا، وكنصيفط تصاوري وكنصيفط الفيديوهات. كان كيصيفط ليا فلوس صحيحة كتوصل حتى 4 المليون في الشهر، خصوصا الى صيفط له تصاور مخلة بالحياء كيضوب ليا الفلوس. حتى لواحد النهار اقترح عليا يصيفط ليا كونطرا نجي نخدم في الامارات، طمعني بالفلوس وبالزواج وبالخدمة. قلت نمشي عنده نتزوج بيه ونعف راسي. مهم مشيت للامارات، تلاقى بيا داني لواحد الفندق وخدا ليا الباسبور، كيبان لي في داك الفندق تستيفة تاع البنات كي دايرين واللباس قصير والمكياج معيق. دخلوني لواحد البيت قادوا لي الحالة ولبسوني واحد اللباس فاضح. بقيت كنتعجب، قال لي غتخدمي هنا؟ قلت له يا قلتي غتزوج بيا، يا قلتي لي غنخدم هنا. قال لي هذه هي الخدمة وانا ماشي ديال الزواج، والباسبور عندي وحتى التصاور ديالك والفيديوهات ديالك عندي، غدا تلقيهم في كل مكان في الانترنت. في هاد اللحظة دخل الامر الواقع ودرت داكشي اللي بغا، وليت احسن وحده اللي كتجيب الزبائن. ما كناش كنخرجوا النهار، كيسدوا علينا حتى الليل وكيزوقونا فحال العريسات ويهبطونا لواحد القاعة كبيرة عامرة بنادم، عامرة بالوحوش الآدمية.
المهم الفليسات اللي كنت كنجمع كنصيفطهم لدارنا، وكنت كنحتفظ غير بشي حاجة قليلة. إوا بقيت على هاد الحال من واحد لواحد، مرحمتش راسي وبعت لحمي باش نعيش ونعيش والديا. حتى لواحد النهار لقيت بواحد الاماراتي في ديك القاعة نيت، حماق عليا وتعلق بيا وبغى يتزوج بيا. المهم دفع ليا فلوس صحيحة لمولشي باش يطلق سراحي. قال لي يا بنت الناس عجبتيني وبغيت نتزوج بيك. انا قلت اللهم نتزوج وندير اقامة ولا نبقى نبيع لحمي اللي يسوى واللي ما يسواش. هنا غتجي الكارثة، حيت في الزواج كيطلبوا التحاليل. درتهم وانا ما مرتاحاش، قلبي مقبوض عليا، ما نعستش الليل، حاسه بشي حاجه ماشي تلهيه. الغد ليه مشيت عندهم، لقيت كل شي كيشوف فيا، وجات عندي واحد الممرضه عطاتني النتيجه وباغا تقول لي شي حاجه ولكن متردده. قلت لها واش عندي شي مشكل؟ قالت لي للاسف الشديد انتي حامله الفيروس الايدز. وهنا كانت صدمه حياتي، ما تيقتش التحاليل ومشيت لمختبر اخر كنلقى نفس النتيجه. ما تقبلتش نكون مريضه بالسيده، كنقول انا واقيلا غير تنحلم. المهم صيفطوني للمغرب بخفاي حنين، لا فلوس لا صحه. بغيت نخرج والديا من الفقر وليت عالة عليهم. جاني اكتئاب ونفسيتي تدمرات، ما خدمتش عقلي وغروني الفلوس وعماني الطمع. الغلط اللي درت غلط كبير وكنت عاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. تبعت الشهوات والطمع وما تبعتش طريق الله. يا ريت يرجع الزمن للوراء ونخدم في الديور ولا نسعى وما نوليش عاهرة ومريضة بمرض السيدة. الحرام غرقني في مرض ما عندوش دواء. البنات خذوا العبرة من قصتي.